بابا وماما مش مقتنعين ان في حاجه اسمها اكتئاب، ما يعرفوش يعني ايه اكتئاب اصلا، مش مقتنعين بحاجه زي كده، وان في حاجه اسمها مرض نفسي، وان ده اصلا مرض حقيقي، وان انت بالنسبه لك طالما بتاكل فراخ وبتشرب مانجا وانت كده زي الفل، حياتك جميله جدا. انت زي الفل، واللي انت بتقوله صح. خلي بالك ان دور كبير جدا للتوعيه ما كانش موجود في الازمنه اللي سبقتنا، وده اللي بيفسر ليه بلاقي الام داخله ببنتها عندها 24 سنه، الام شايفه زي ما انت قلت، هي بتاكل وبتشرب وبتخرج مع اصحابها ومفيش اي حاجه خالص. نستاذن الام انها تسيبنا مع البنت لوحدها، تقعد البنت اللي عندها 24 سنه 18 17 وايه بقى سيل من الاعراض اللي كلها مكتوبه في الكتاب ان دي اعراض اكتئابيه. ايه الفرق؟ الفرق التوعيه والتعليم، ان ابتدى يبقى فيه فكره ان في امراض نفسيه، في اعراض نفسيه، في مشاكل نفسيه بتؤثر سلبيا على تطور البني ادم، تطوره دراسيا وتطوره اجتماعيا وتطوره من ناحيه الوجدان. ما هو الاكتئاب ده نوع من انواع الاضطرابات الوجدانيه، فما تبقاش مشاعره سليمه، وبيعطلهم في حياتهم على فكره. وهتستغرب من اللي هقوله لك، ان الاكتئاب واضطرابات المزاج بتعطلنا في حياتنا اكتر من الفصام.